السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطا في الفرن. هنبتدي اول حاجة، طبعا هنجيب البطاطا هننقعها ونغسلها كويس قوي عشان بيبقى فيها طينة كده لازقة. هننضفها كويس، بعد كده هنرصها في الصينية زي ما انتم شايفين. دول حوالي 2 كيلو بطاطا، وهنحط عليهم شوية مية صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية كده صغيرين، وهنولع عليها النار وهنوطي عليها كده ونغطيها. لو احتاجت ميه تاني هنحط لها، وهنسيبها بقى تستوي. اول ما تستوي خالص بقى هنشوف هنعمل معاها ايه. ومعانا البطاطا قربت تستوي اهو. هنعمل لها عسل شربات كده زي بتاعه الحلويات. معانا مج كبير من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يحط بداله عسل نحل يحط، يعني احنا ما عندناش عسل نحل. هنعمله بالعسل دوت، وعليه نص كوبايه من الميه. نعمل عسل عادي خالص زي اللي بنعمله الحلويات. ندوب السكر والبطاطا موطين عليها خالص، هي بتستوي على نار هاديه. ومعانا السكر داب اهو. هنحط بقى سنه ملح ليمون، سنه صغيره، وهنسيبه يتقل شويه معانا. هيتقل شويه وهنطفي عليه. وده شكل البطاطا بعد ما استوت معانا. هنقشرها وهنحطها في طبق هنا على جنب. اخلصها كلها وارجع لكم تاني. ودي البطاطا اهي بعد ما قشرناها هنهرسها كويس قوي. ومعانا البطاطا اهي بعد ما هرسناها كويس قوي. ومعانا معلقتين كبار من السمنه والعسل اللي احنا عملناه طبعا. ومعانا جوز الهند، اللي عايز يحط اوكي، مش عايز براحته. ومعانا كيس من اللبن البودره مدوبينه في ربع كوبايه من الميه عشان احنا مش عايزين سوائل كتير، احنا عايزين بس طعم اللبن. ومدوبين فيه معلقتين سكر. هنحط كل الاضافات دي على البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نقلبها كويس قوي.
نحط السمنه. ونضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه هننزل بيها هي العسل. احنا قلبنا المكونات كويس جدا وهننزلها دلوقتي في الصينيه وهنفردها كويس قوي في الصينيه. ونفردها كويس قوي عشان ندخلها الفرن. وده شكلها بعد ما سويناها كويس قوي. هندخلها الفرن وبعد كده هقول لكم بقى قعدت معايا قد ايه في الفرن. وده شكل صينيه البطاطا بعد ما طلعتها من الفرن. هي قعدت معايا حوالي ساعه في الفرن، كنت مولعه عليها فوق وتحت، بعد كده طفيت فوق عشان فوق اتحمر وسبت تحت شويه وسبتها تبرد شويه في الصينيه عشان اعرف اقطعها. وده الشكل النهائي. ريحتها جميله جدا وطعمها ان شاء الله يعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.